السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخواتي، بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده وصفتنا جميلة جدا جدا، وصفة هنعملها لقدام ان احنا هنستخدمها كتير. تمام، لان كانت مطلوبة مني وانا قلت طيب خلاص ما دام هعملها وهقدمها للاخت اللي هي طالباها مني لانها هي قريبة ليا، لا ده انا اصور بقى فيديو علشان منكم ان انتوا كلكم تستفيدوا، وان شاء الله يا رب كده تطلعوا من الفيديو ده مستفيدين كتير كتير كتير. ويا رب كده مع بعض وننزل مع بعض كده للمكونات بتاعه الوصفه. ايه اللي انت حاطاه ده يا مدام هدى؟ ده زيت زيتون وكوبايه ميه. الله، هو احنا هنعمل ايه؟ كيكه؟ لا مش كيكه. هو احنا هنعمل ايه؟ هنعمل مربى؟ لا والله مش هنعمل حاجه، ده زيت زيتون وميه. هنشوف هنعمل بهم ايه. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا نشوف كده المكونات الجميله اللي هي ميه وكوبايه زيت زيتون. كوبايه زيت زيتون، طبعا زيت زيتون يكون نقي وجميل علشان يبقى الوصفه مية مية زي ما بيقولوا، فاخر من الاخر. احنا معانا الحلبه بتاعتنا. الحلبه بتاعتنا دي اللي كلها مليانه فوائد. الحلبه اللي هي لما بتكون واحده والده بنسقيها لها وبناكلها لها علشان فيها فوائد عديده، زي ما لها فوائد عديده للجسم لها فوائد عديده للبشره. ايه هي الحلبه دي؟ مكوناتها فيها فيتامين سي اللي بينشط الكولاجين في البشره. دي هدفها. تمام. طيب وايه كمان يا مدام هدى؟ بتعالج حب الشباب. تمام، بتعالج الرؤوس او البثور السوداء. بتعالج ايه كمان يا مدام هدى؟ لا ده هي مش علاج وبس، لا، نضاره للبشره، حيويه للبشره، صحه للبشره. ليه بقى؟ ليه ده كله وفي نفس الوقت بقى الفايده اللي احنا بنعملها ليها النهارده اللي هي تسمين الوجه. تسمين الوجه يعني الشيء اللي احنا هنستخلصه من الحلبة دي النهاردة هنستخدمه في وصفات كتيرة هايلة هايلة هايلة. استني معايا واعملي معايا الوصفة علشان احنا هنستخدمها كتير. اللي عاوز بقى يسمن منطقة في بشرته، سواء خدوده، سواء مكان بقى منحوت قوي، سواء ايديه، سواء رجليه، سواء يعني قولي زي ما تقولي. ليه بقى؟ لاننا عندنا الحلبة دي بتحتوي على فيتامين سي زي ما احنا بنقول، وده اللي بيحفز الكولاجين في البشرة وبيديها نضارة وبيعمل على تسمين البشرة. والميه بتاعته، ميه الحلبه لما بنغليها وناخد الميه بتاعتها بس بتفتح البشره. لو دخلناها في اي وصفه او الميه بس بتفتح البشره عشان حمض السلسليك اللي موجود فيه في الحلبه ديت بيساعد على نضاره وحيويه البشره واعطائها يعني لانه بيحتوي على مكونات وتركيبات جميله جدا واحماض عاليه اللي هي السلسليك وعندك البوتاسيوم وعندك الكاروتين. فكلها مواد فعاله بتعمل على نضاره البشره وبتزيل حب الشباب وبتساعد البشره انها تبقى نضره وصحيه. ايوه، من المكون البسيط ده اللي هي لو الواحده والده بنسقه لها وبناكله لها، لان بيعيد الدم كمان في الجسم اللي بيبقى الانسان فقده، بيعيده تاني. فبجد بجد فوائدها عديده. هناخد بقى علشان ما تقولوش انت طولت يا مدام هدى، هناخد نص كوبايه حلبه مع كوبايه ميه مع كوبايه زيت زيتون. هتقولي في بدائل؟ مفيش بدائل، ده هي ميه من الحنفيه، نص كوبايه حلبه تكون متنقيه كويس ونظيفه، وزيت زيتون. طبعا مفيش بدائل. ما تقوليش بقى زيت تموين، زيت تلتين، زيت عبدان، لا هو زيت زيتون. خلاص خلاص. هنجيب كسرولة زي ما احنا شايفين كده. هقرب بس الكسرولة، وهنحط الحلبة بتاعتنا نص كوباية، وهنبدأ نحط عليها الزيت بتاعنا، وهنبدأ نخلط المية بتاعتنا. تمام تمام. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ هنرفعها على نار هادية بس هتغطيها. هنرفعها على نار هادية جدا بس هتتغطى علشان البخار يتبخر ويطلع اللي هو بخار المية ويفضل الزيت اللي احنا عاوزينه. تمام، يلا بينا. هنبدأ نقلبه تقليبة بسيطة كده ونسيبه. شوفوا الزيت طبعا ما بيختلطش بالميه، الميه هتتبخر وتروح خالص من الوصفه، وهيفضل الزيت اللي احنا محتاجينه. هنغطي عليها علشان طبعا الحلبه فيها زيوت طياره وفيها فوائد كتير ما تتبخرش هي كمان. تمام. انا كشفت بس عشان اوريكم. تمام، الميه هتتبخر نهائي وهيفضل الزيت. تمام اهوت زي ما انتم شايفين بتغلي، واما تخلص خالص هنبدا نصفيها مع بعض. في الخطوه دي زي ما احنا شايفين كده اهو بقى زيت، ما بقاش ميه خالص طبعا، والفوائد اللي هي في الحلبه طبعا نزلت في الزيت ده، فاصبح زيت حلبه. زيت الحلبه ده تسمين للبشره، علاج لحب الشباب عشان ماده او حمض السلسليك اللي موجود فيه. عندك احماض وبوتاسيوم وكاريوتين موجودين فيه،
فكله عامل حمايه للبشره، لنضاره البشره، لتسمين البشره. يعني الزيت ده له فوائد عديده عديده عديده. طبعا احنا هنعمل منه فوائد الفيديوهات الجايه، علشان كان مطلوب مني ازاي اسمن وجهي، ازاي املى المكان اللي انا حابه املاه. فان شاء الله استنونا في الفيديوهات القادمه، واحنا هناخده ونصفيه وهنستخلص منه الزيت فقط لا غير. تمام. هنبدأ ناخد برطمان وناخده ونحطه على النار نعقمه. طبعا لو مش عندك حاجة معقمة ممكن شوية سيبرتون نبخهم فيه وكده هيكون اتعقم، لأن طبعا ده الزيت ده هنستخدمه للبشرة بتاعتنا، لازم يكون الحاجة اللي احنا هنحطها فيه نقية أو ما فيهاش أي شوائب. تمام. هنيجي بقى نصفي الزيت بتاعنا، وحاسبة على ايدك وخلي بالك لحالك علشان ما يحصلش أي حاجة. ده الزيت بتاعنا اللي استخلصناه من الحلبة زي ما احنا شايفين اهو. زيت نقي، زيت يعني حلبة جميل جدا جدا زي ما احنا شايفين. ثواني. هنجيب بقى البرطمان بتاعنا، الجار بتاعنا النظيف، هنبدأ نفرغ فيه الزيت الجميل. اللي هو زيت الحلبة. تمام. زي ما احنا شايفين زيت حلبة نقي، زيت حلبة لتسمين البشرة، لحب الشباب، للبثور السوداء، لان هو بيساعد على تفتيح المسامات، يعني بيفتح المسامات، فبيسمن البشرة، بيسمن الوجه، بيسمن المكان اللي انت عاوزه. طبعا سخن، بدأ يسخن في ايدي. بيسمن المكان اللي احنا عاوزين نريد ان هو يبقى ممتلئ. زيت الحلبة مشهور بفوائده العديدة، وهو ده كان المستخلص بتاعنا، زيت الحلبة. اقول لكم ايه اللي وصل معايا لحد كده؟ بالله عليكم ما تبخلوا عليا باللايك الجميل، لايك بقى، لايك وشير وسبسكرايب، علشان الفيديوهات تتشير كده وتقترح، وربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.